اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير؟ كنتمنى تكونوا بصحه جيده. اليوم وصفه جديده. هاد الوصفه ديال اليوم فهي باش تنحي البنات اللي كيعانيو من العكس، من قله الرزق، اللي مسكينه باغا توظف وعندها مشاكل وعكوسات، او على زواج او على رزق، او على الرزق بصفه عامه. الرزق كيف ما كنقولوا، الرزق في المال، في الصحه، في الاولاد، في العمل يعني. الرزق راه بزاف. المهم البنات اللي بغات تيسر امرها بجهد الله، وحنا نديرو السبب والكمال على الله، فهاد الطريقه زوينه بزاف. ف شحال نقول لكم، سبب التعطيل ديال البنات او الرجال بصفه عامه في الرزق وفي الامور اللي كيبغيو يوصلوا ليها وما كيقدروش، كيلقاو عكوسات في طريقهم، وكيكون عندهم مشاكل في البيت، يعني مشاكل ما بين الإخوة، مشاكل ما بين الزوجين، كتكون بسبب الحسد. صايبة ديك العتابة والحظية كيف ما كنقولوا هنا في المغرب. الحظية، الداخل شنو مدخل والخارج شنو مخرج، والعين حتى هي. وكاين اللي كتكون بسبب سحر قديم، يقدر يكون دار لجدك، او سحر دار باسم شخص اخر، ولكن داك السحر كيبقى يتجدد، يعني انتي كتخطايه وكيتبقى يتجدد وكيتسبب لك في بزاف ديال النحس والعكس. فهاد المكون اللي هو معروف وخطير بالفوائد ديالو، اللي كتمحي اي طاقه سلبيه، كتمحي اي حاجه كتعلق بالسحر، بالحسد، بالعين. فهو هاد الخل البنات، سواء الخل الابيض او الخل الاصفر كيف ما كان، فالخل عنده واحد الفوائد روحانيه جد 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 قويه، كتحيد اي طاقه سلبيه سواء كانت متعلقه بالسحر او الحسد او العين. المهم البنات، طريقتي لكم اليوم كيفاش يتزاد الرزق ديالكم بجهد الله، فهي من المجربات ديالي انا شخصيا، او يعني باش تحيدي المشاكل. مهم ملي كديريها كتحسي بالدار ولات خفيفه، وكتحسي بالمشاكل ما كيبقاوش، يا ربي كيرزقك من حيث لا تحتسبين كيف ما كنقولوا، كيجيك واحد الرزق باذن الله وبجهد الله. المهم البنات، طريقتي لكم ديال اليوم، غتاخدي الخل، غتاخدي قريعة الخل، سواء كانت مستعملة أو جديدة أو كيف ما كانت، غادية تفتحيها وانتي متوكلة على الله، متوكلة على الله كيف ما كنقولوا. كتفتحي هاد القرعة ديال الخل بحال هكا، حاولي انك تفتحيها من الاحسن هكا، سواء كانت هاد القرعة هادي او القرعة الاخرى. حيدوا هادي حيدوها كاملة، يعني فهمتوا البنات؟ ماشي غير هنا تحيدوا، مثلا الا كانت بحال هادي تحلوها كامله، او تخويو هاد القرعه في شي كاس وتقراو عليها هادشي اللي غنذكر لكم، او تحيدوا يعني تكون هاد البلاصه كبيره فين نتوما تقولوا هاد القراءه هادي اللي غنذكر لكم، اللي هي: حطيت العار على جواد بيتي وداري، باش عتبتي يدخلها الرزق بالمداري، ويتنحى النحس اللي معطل رزقي وأيامي. غنعاودها البنات: حطيت العار على جواد بيتي وداري، باش عتبتي يدخلها الرزق بالمداري، ويتنحى النحس اللي معطل رزقي وأيامي. هاد القراءة البنات غتعاودوها 7 المرات على الخل، ولكن مباشرة تسدي. مثلا كبيتي هاد الخل في شي كويس، مباشرة سديه في شي طبسيل أو شي حاجة. فهمتوني البنات؟ حاولوا أنكم تقراو عليها هادشي في الصباح، يعني خليو هادشي قراو عليها مثلا في الصباح أو مع الظهر بحال هكا. وهاد الخل غنستعملوه حنا في الليل. فهمتوني البنات؟ في الليل البنات غتقراي عليها القراءة اللي ذكرت ليك 7 المرات: حطيت العار على جواد بيتي وداري، باش عتبتي يدخلها الرزق بالمداري، ويتنحى النحس اللي معطل رزقي وأيامي. فالبنات راه زوينة 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 بزاف بزاف. غتحسي ديك العتبة غيبدا يدخلها الرزق وما يبقوش فيها المشاكل، وأمورك غتيسر. إلا كنتي كتقلبي على عمل أو على زواج أو على هاد أمورك غادية تيسر. من بعد البنات غتسدي هذيك القنينه، سديها عادي، سديها. وفي الليل ملي ينعس كل شيء، سمعتوني البنات؟ ملي ينعس كل شيء ضروري، حتى الليل ينعس كل شيء، غتاخدي تقومي بالرش الخل
واخا ما ديروش مثلا كميه كامله، يعني ديري النص ديال بحال مثلا نص ديال هاد القرعه ثمن كاس ديال الخل، غترشي هاد الكميه على العتبه هكا، رشيها مزيان. الا كنتو مثلا البنات ساكنين في العماره يرشوا في العتبه الشقه، رشوا في العتبه ديال الشقه وقيسوا حتى الحيوط، فهمتوني البنات؟ فهي هادوك السكان او عمار او الجواد ديال داك العتبه هادي فهما كيستمعوا لداك الخل، كيعرفوه شنو مقري عليه، وكي يعني كيعاونوكم على هادشي هذا، خاصة إلا كانوا مسلمين وكانوا جواد يعني مسلمين، ولا كانوا شياطين فهما كيتنحاو بالخل، يعني الخل كيحرقهم، فهمتوني البنات؟ ولكن إلا كانوا جواد مسلمين فهما كيستاجبوا وكتكون امورك ميسره، ولا كان شي مشاكل كتهدن بسبب هاد الخل هذا، او حتى الملح حتى هو عنده دور كبير، والخل حتى هو في وصفتنا اليوم بالخل، يعني طريقه رائعه بزاف البنات. جربوها اموركم غادي يتيسر في ديك الاسبوع او في ديك 3 ايام، غتلاحظوا الفرق. يعني رشي هذاك الخل في العتبه ديال البيت الدار ديالك او المنزل ديالك، كنتي ساكنه في عماره رشي في الشقه، يعني ماشي في الباب الكبير د العماره، رشي في الشقه. بالنسبه لهاد واش تكوني على طهاره او لا، فإلا كانت عليك الحيض ماشي مشكل، ما تكونش عليك الجنابه، كنتي طاهرة ديريها وانتي طاهرة، كانت عليك الحيض ماشي مشكل، ولكن الجنابة ما تكونش عليك. القراءة كيف ما قلت لكم تكرروها 7 المرات، تقراو عليه الخل وتسدوا عليه وتخليه واحد 4 سوايع أو 5 سوايع أو يعني نهار كامل وهو مقري عليه هذيك القراءة. وفي الليل ملي ينعس كل شيء تحسي بالناس نعسوا، يعني الهدوء يكون، ولا الهدوء رشي وسيري نعسي، فأمورك بجهد الله والنبي رسول الله غادية تيسر على أي حاجة، سواء كان عمل أو كان يعني زواج، كنتي عندك تعطي على زواج أو على العمل أو على أي حاجة، ورزقك غادي بجهد الله غادي يأتيك من حيث لا تحتسب كيف ما كنقولوا. وهذه هي وصفتي لكم اليوم، كنتمنى تكون عجباتكم، ما تبخلوش عليا بلايكاتكم تعليقاتكم باش تشجعوني، وكتبوا لي نوعية الوصفات اللي نتوما حابين في هاد الايام هذه، كنبغيكم بزاف بزاف. شكرا لكم كاملين. كنتمنى ما نكونش كنطول لكم، وخليو لي الكلمات الزوينه البنات، وحاولوا تدوروا التعليقات وصلوا على النبي. اللهم صل وسلم على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاولوا البنات تصليو على النبي في التعليقات. كنبغيكم من كل قلبي. شكرا لكاع المتتبعات الوفيات ديالي، كنبغيكم بزاف بزاف. البنات اللي اول مره يشوفوا القناه يشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله دائما يوصلكم جديد. خليتكم البنات تساع على خير وبخير، وسلام عليكم.